كما هذه نفس الشيء تقريبا، نفس العمليه تقريبا لشبيبه العمران، تنافس عادي على الكره، لا يوجد لي عرقله، ثم وضع عادي على من يد اللاعب النادي الافريقي على الكتف، ما فماش دفع واضح، ما فماش تاثير على حركه اللاعب، نشوفوه من ربما من زاويه اخرى، يعني حركه عاديه. وذاك علاش نقولوا اللقطه المواليه هنا مخالفه توزيع. ونرجع لشوات، شوات هنا يسبب مشاكل يعني للدفاع. هنا يشوف التصرف المدافع مع شوات، هنا مسك واصرار على المسك، وهذا هو التاثير على حركه اللاعب. يعني هنا لما قربت الكره يعني التومبي دو بالون، هو في المومون هذاك يعني ترك المهاجم، وبالتالي هنا وجد مسك مع اصرار، هنا يخلي تاثير عندما يتحرك المهاجم واللاعب ياثر على حركه الجري، وبالتالي هنا الفار حقه يتدخل يوسف بالضبط. هنا كان على الفار منادات الحكم